السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة قرص الأفران أو القرص اللي هي بسمسم وبسكر محشية سكر، أو ممكن نحط لها سكر وقرفة يعني زي ما تحبي. ممكن تحشيها عجوة، يعني أي حشوة انت حباها تقدري انت تحشي فيها. تمام. هبتدي بقى ان انا اجيب نص كيلو دقيق، وتقدري تعجنهم على ايدك لان الكمية قليلة. وده اللي انا كنت عايزة اعمله بصراحة، بس رحت حطاه في العجانة على طول. حطيت نص كيلو من الدقيق، وحطيت عليهم معلقتين كبار من السكر، وممكن تزودي نص معلقة سكر كمان لو انت عايزة العجينة نفسها مسكرة زيادة. حطي كمان معلقة كبيرة من الخميرة، وهو يعني الكيس هتفتحيه تاخدي منه معلقة وهيتبقى منه شوية. وكمان هتاخدي نص معلقة من البيكنج باودر، وتاخدي ذرة الملح دي أساسية، معلقة الخل دي برضو أساسية. أي الخل في المعجنات وفي الكيك بيخلي قلب الكيكة هش وأبيض تمام لونه فاتح. حطي كوباية إلا ربع من الزيت على نص كيلو دقيق، كوباية إلا ربع من الزيت. دي كوباية اللي هي المج بتاعة الشاي، تاخدي منها كوباية إلا ربع. لا إما لو عندك الكوباية المعيارية، هي الكوباية المعيارية دي برضو تمليها كوباية إلا ربع. تمام. تبدأي اخلطي الدقيق بالزيت كده بالمكونات بتاعته لحد اما الزيت يندمج مع الدقيق، واكنك بتبسي اللي هو الكحك الناعم. بس مجرد ما يدخل فيه خلاص كده تصطبي وتحطي اللبن. تمام. ليه؟ لان عشان ما يدخلش في مرحلة ان هو يبقى ناعم، يبقى زي كحك العيد، كحك الناعم. تمام. لا اما تحطي المكونات كلها مرة واحدة على بعض، وتبدأي ان انت تعجني فيها، وتعجني شوية كده حلوين علشان خاطر العجينة تبقى لينة معاكي. يا دوبك بس دخلوا فيها. طبعا مرحلة الكحك يعني بنخلي الخليط بتاعنا ده يبقى زبدة في ايدينا ناعم خالص سايل. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نحط كوباية الا ربع من اللبن، هنحطها تدريجيا وهنحتاج تاني برضو دلوقتي. بس طبعا الدقيق هو اللي بيحكمك. نوع الدقيق لو انت مش مجرباه وعارفة بياخد سوائل كتير ولا بياخد سوائل قليلة، فابتدي بالقليل علشان خاطر الموضوع ما يأفورش منك. ابتدي حطي شويه لبن، عارفه ان شويه دول صغيرين، المفروض احط اصلا الكوبايه الا ربع كلها، وهزود لبن تاني وهزود كمان ميه. المعجنات عامه انا بحب اعجنها بلبن بودر، مش بلبن حليب، بلبن بودر، واعجنها بيه بقى بالميه، السوائل هي الميه. لان بتبقى اطرى من كده بكتير. لكن انا ما كانش حاليا عندي اللبن البودر، فاستخدمت لبن الحليب. تمام. وبرده في النهاية حطيت شوية لبن، حطيت شوية مية علشان خاطر هي اللي بتطر العجينة، المية اللي بتطر العجينة، اللبن الحليب بينشف العجينة شوية، خلي بالكم من النقطة دي. والحليب البودر ده بيخلي العجينة طرية جدا. هبتدي ان انا اعجن فيها، وابتدي ان انا احط شوية اللبن، اخر شوية لبن معايا. وكمان هروح اجيب ربع كوبايه تاني، يبقى انا كده حاطه كوبايه كامله من لبن الحليب على نص كيلو دقيق. ده بالنسبه للدقيق اللي معايا. وهبتدي كمان في الاخر هحط معلقتين ميه علشان خاطر يلمولي العجينه. طبعا لو انت وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك، فضلا وليس امرا حطي اللايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا كده حطيت ربع كوبايه من اللبن تاني، وابتدي ان انا اضرب تاني العجينة علشان خاطر لحد ما تكون لينة معايا، أنا عايزاها طرية. تمام. هبتدي إن أنا أضرب كويس جدا في العجينة. طبعا ريحة الخبيز في البيت حلو جدا. اعملي أي خبيز، أي حاجة، عيش عادي، عيش على الطاسة، عيش في الفرن، اخبزي قرص، اخبزي كحك ناعم، قرص ناعمة. اخبزي أي حاجة في البيت، ريحة الخبيز في البيت ده خير. والعجين في البيت عامة ده خير. اعملي بقى ضعف الكمية، وهادي جارتك، هادي أختك، هادي صاحبتك، هادي أي حد قريب منك. كل ده خير والله. بصوا العجينة لسه يعني ايه مفتحة معايا شوية، فأنا هبتدي إن أنا أعجن فيها شوية كمان، يعني كده خلاص هي مش محتاجة حاجة تاني، هي بقت طرية معايا اهي. بس هبتدي إن أنا أعجن فيها شوية كمان. عايزين نقول بقى ان احنا ايه، نحب الخير لبعض. حياتك مش زي حياة جارتك، مش زي حياة اختك، مش زي حياة صاحبتك. كل واحد حياته مختلفة عن التاني، كل واحد ربنا مميزه بحاجة مختلفة عن التاني. ما ينفعش ربنا يبقى مميزني بحاجة وابص مثلا لجارتي او اختي او صاحبتي على على الميزة اللي عندها.
لأ ما ينفعش، ما هي ما عندهاش الميزة اللي عندي، فكل واحد مختلف عن التاني. نقول الحمد لله على اللي ربنا مديه لنا. ما نك يعني ما نبُصّش لحاجة غيرنا، نقول الحمد لله ربنا هيكرمنا دايمًا. أنا طبعًا حطيت العجينة ترتاح، هي خدت نُص ساعة في الجو الحلو اللي إحنا فيه ده. طبعًا نسيت أقول لكم إن اللبن دافي، يعني مش حاطة اللبن لأ اللبن دافي، مش سُخن عشان ما يقتلش الخميرة، ومش بارد علشان ينشّط الخميرة. بُصّوا حطيت stretch wrap طبعًا على العجينة كده أو غطّيها بقى بغطا حلو كده من كل الجوانب ما يكونش داخل لها هوا عشان خاطر تخمر معاكِ بسرعة. لدرجة إن الstretch wrap نفخ يعني زي العجينة، فكده هتبقى العجينة معاكِ تمام. هابتدي بقى إن أنا أفرد العجينة بقى على الرخام مع المفرش. أنا بصراحة لسه المفرش ده أول استعمال، بس بصراحة عجبني جدًا، لقيته مريح أوي يعني. هابتدي بقى إن أنا إيه، أفرد كده العجينة قدّامي وأقطّعها بقى إيه كِوَر صغيّرة، وأنا يعني بعد ما قطّعتهم حطيتهم على الميزان بقى سويتهم كلّهم حوالي القطعة حوالي 80 جرام. تمام، عملت القطعة حوالي 80 جرام. هابدأ بقى إن أنا أقطّع كده بالشكل ده كده يعني عادي بالشكل كده. وبعدين بدأت إن أنا ضبّطتهم على الميزان إن أنا خلّيت كل واحدة 80 جرام يبقوا قد بعضيهم. هابتدي إن أنا أكوّرهم كده وأحطها على جنب، وأبدأ أعمل العجين كلّه كده وأجهّز الحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي عملتها عبارة عن معلقتين كبار من السكر، هي خدت الكمية دي بالضبط، معلقتين كبار من السكر ونُص معلقة من الدقيق. والدقيق أنا حاطاه علشان خاطر يخلّي ما يخلّيش السكر يتكتل أثناء السِوَى ويكون ناشف كده تحت ضرسِك، لأ، بتلاقي الخلطة جوّه أو الحشوة جوّه سايلة خالص كده وطعمها حلو. حطيت معلقتين كبار من السكر، سكر الشاي العادي اللي هو الناعم مش المطحون، الناعم. وحطيت كمان نُص معلقة من الدقيق. وحطيت لو أنتِ عايزة تحطي قرفة كتير حطي معلقة كبيرة، عايزة قليل أنا حطيت نُص معلقة بصراحة، مع إن أنا باحبها بصراحة، بس أنا في ما بيحبوش القرفة، فحطيت بقى إيه حاجة بسيطة اللي هي ما تبانش أوي فيها. وابتدي إن أنا أحط معلقة حشوة كده في النُص وأقفل عليها كويس أهم حاجة. وابتدي إن أنا أكوّرها تاني على الرخامة أو على المفرش بتاعي، وابتدي إن أنا أبطّطها وأحطها في الصاج. تمام كده. هابتدي بقى إن أنا أعمل باقي الكِوَر دي كلّها كده مع بعض. بُصّوا أنا بدأت إن أنا إيه، أبطّط فيها كده، بطّطي بالراحة على قد ما تقدري، مش عايزينها رفيّعة أوي ومش عايزينها تخينة أوي، هي كده، كده هتنفُخ لسه في الفرن. فإحنا عايزين سُمك وسط كده علشان خاطر لمّا تيجي تنفُخ ما تكونش عالية أوي، وفي نفس الوقت عايزينها عايزين بناكل لقمة، مش عايزينها تبقى حاجة رفيّعة جدًا. أنا كده بقى هاشيلها على جنب وابتدي إن أنا أعمل باقي القُرَص اللي معايا. بُصّوا هو نُص الكيلو طلّع لي اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده. فطبعًا اللي هو إيه، فطار ليكِ أنتِ وأولادِك كده. عايزة بقى تضاعفي الكمية زي ما قُلت لِك، ضاعفي بنفس المقادير كده مضاعفة بقى لكل حاجة، اللبن والسكر لكل حاجة. تمام. لو عملتِ كيلو دي هتحطّي كيس خميرة كامل، وهتحطّي معلقة من البيكنج باودر، معلقة مثلًا صغيّرة مليانة. هابتدي بقى إن أنا أجيب لبن وعليه معلقة سكر عشان يدّيني وِش لون كده أحمر حلو. وابتدي إن أنا أمسح بيه وِش العجينة. لو عايزة أحطّه في السمسم أحطّه كده بالمنظر ده أو أحط عليه شوية صغيّرين. لو عايزة أسيبه كده من غير سمسم تمام، بس أنا بصراحة طبعًا باحب السمسم وباحب السمسم كتير جدًا. بُصّوا حطيته في الصاج كده وبعدته برضه عن بعض عشان يبقى مرتاح في الصاج. حطيت كده دي الكمية كلّها. هابتدي بقى إن أنا أكون مشغّلة الفرن أصلًا أول ما ابتدي إن أنا أحشيه. أشغّل الفرن على درجة حرارة 180 وأسيبه يسخن براحتي. أنا عشان ما عنديش مروحة في الفرن، فأنا باحط كده صينية من تحت ومليانة مَيّة أخلّيها تسخن، ويطلّع البخار في قلب الفرن عشان خاطر توزّع لي الحرارة. وده طبعًا بعد ما طلع خَد حوالي 12 دقيقة هادّي له بَخّة كده بالمَيّة وأغطّيه علشان خاطر يبقى طري معايا ما ينشفش. تمام. هاغطّيه كده 5 دقايق بالفوطة. وبعدين أشيله بقى وأبتدي إن أنا آمم نفطر بيه. نعمل كوباية شاي بقى بحليب، كوباية شاي سادة، عايزة شاي بلبن، شاي بنعناع، شاي سادة، أي حاجة تحفة جدًا. بُصّوا قلبها من جوّه بقى أبيض. القرصاية معايا بسم الله ما شاء الله طرية، الحشوة سايلة جوّه ناعمة كده مش واخدة كده رُكن لوحديها وناشفة. في قُرَص بتطلع كده بتبقى ناشفة، لأ دي كده القُرَص بتاعتي تحفة جدًا وطعمها خطير بصراحة. اعملوها. لو ما عندكيش عجّان برضه اعمليها. والله نُص كيلو أصلًا هو بيتعجن على الإيد، لإن ما ينفعش في العجّان خالص، بيبقى قليل على عجّان. تمام.
القرص تحفة جدا بصراحة، بتمنى ان انتوا تجربوها. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يوصل لكم مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.